السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. نبدأ الفيديو بتاعنا بكل الدعم لإخواننا في غزة. الأهلي تعادل 2-2 في تنزانيا، كان بيلاعب سيمبا، فالماتش خلص 2-2. نتيجة كويسة جدا للي ما شافش الماتش. أما اللي اتفرج على الماتش، نتيجة سيئة جدا ووحشة جدا، والماتش كان يخلص بنص دسة اجوان. يعني الشوط الاولاني يطلع للاهلي 4-0. كولر لازم يلعب مع اللعيبه ويقف مع اللعيبه عند اخر لمسه. تعالوا كل الهجمات كده وشوفوا اخر لمسه للكوره، باستثناء الكوره بتاعت رضا سليم اللي جاب جون. والجونين اللي دخلوا في الاهلي جونين بغلطات ساذجه جدا، يعني غلطات ما تطلعش من فريق صغير. الاهلي جاب جون في الدقيقه 45 بتاع رضا سليم، واللي انا شايفه ده رايي الشخصي انه استسهل الماتش، لان الاهلي ضيع له 5-6 جوان في الشوط الاولاني. الاهلي في الشوط الاولاني كان على طول ضاغط على سيمبا التنزاني في نص ملعبه ومستحوذ، وعلى طول كور في العارضه وكور جنب العارضه وكور يصدها الجون وكور. تعالوا بعد ما جبنا الجون نزلنا الشوط الثاني، تلاقي الاهلي بيستقبل سيمبا في نص ملعبه، في نص ملعب الاهلي. يعني اتفرجوا على الماتش كده وملخص الماتش، تلاقوا الاهلي اللي ما شافش الماتش يلاقي الاهلي بيستقبل سيمبا في نص ملعبه ويسيبه هو يضغط عليه. طبعا هي ممكن تكون دي خطه يلعب على الهجمه المرتده، بس مين اللي يعمل الهجمه المرتده؟ عندك صلاح محسن اللي انت بتقول سريع، جاي راجع من اصابه، كوره انفرد بيها وحطها في العارضه واتحسب التسلل، اللي تعب فيها ديانج وعمل. فالشوط الثاني كان سيء جدا جدا جدا. النتيجه مش وحشه ان انت في تنزانيا قدام 60,000 متفرج والماتش يخرج 2-2، بس سيناريو المباراة اللي يضايقك. انت متقدم 1-0 في شوط تجيب فيه 6 جوان، جبت جون. الشوط التاني سبت الفريق اللي قدامك يركب الماتش وبقيت تستقبله في نص ملعبك، وبقى يعمل عليك كور خطر، والمدرب طمع في الماتش. جونين بطريقة ساذجة جدا دخلوا، خل مدرب طمع في الماتش وبقى عمال يطلع مهاجم وينزل مهاجم، خلاص بقى عايز يكسب. شاف الاهلي عادي جدا، يعني الاهلي اللي كان مكسعمه في الشوط الاولاني شافوا انه في الشوط الثاني عادي جدا ويقدر يجيب جون والثاني والثالث. جابوا جونين في 3 دقايق. فكولر لازم يبقى ليه وقفه مع اللعيبه في الحته دي. في اخر لمسه كهربا 3 جوان لوحده قدام الجون في الشوط الاولاني. لازم كولر يقعد مع اللعيبه ولازم يتدربوا على اخر لمسه، لان انت ممكن يجيلك مطوشه تيجي فيهم فرصه واحده، لازم الفرصه تجيبها جون. هي دي الفرق الكبيره، لازم الفرصه تيجي جون. الاهلي لو جاب فرصه في الشوط الاولاني كان فريق سيمبا ده بدل ما هو نزل عامل فيها 7 رجاله الشوط الثاني بعد ما جاب الجونين وعايز يكسب، كنت هتلاقيه بينقى الكوره، يعني ايه، بيأدي واجب في الشوط الثاني. خلاص كان هيبقى اتغلب 3-4. هو سيناريو الماتش بيقول كده، لكن انت تفاجأ تبص تلاقي جون تعادل، جون من كرة ميتة خالص، كله وقف انها طالعه بره، اتلعبت من فوق الشناوي، عامله زي جون مصر والجزائر، لقيت واحد في ال6 ياردة ومعهوش حد اصلا. يعني هما 2 اللي عملوا الكرة قدام في وسط 8 لعيبه، وسايب لهم المساحات بينهم وبين بعض. حاجه غريبه جدا. والجون الثاني الكرة اتلعبت، رضا سليم واقف ماسك العرضه الاولانيه، اول ما الكرة اتلعبت ساب العرضه ومشي. انت لو واقف مكانك يا رضا الكرة دي مش هتخش اصلا. امال انت ماسك العرضه ليه؟ ماسك العرضه الاولانيه ليه؟ ماسك القائم الاولاني ليه؟ والشناوي من وسط السكان اللي هو شايف اتفاجئ بالكرة في الجول، عمل لها ايه؟ الواد زي البتاع كده راح لعبها من وسط رجليهم بدماغه، كان رضا ساب القائم والكرة دخلت. ادي الغلطات، وادي الغلطات ساذجه جدا جدا.
بس النتيجة في مجملها نتيجة كويسة جدا. الاهلي عمل ماتش حلو جدا في الشوط الاولاني، والاهلي لو لعب نفس الشوط التاني زي الشوط الاولاني كان جاب جوان كتير وكان ضيع اكتر زي اللي بيضيع. لكن الاهلي نزل الشوط التاني حاجة غريبة جدا. حتى الناس اللي نزلت سواء حسين او خالد او طاهر، كل اللي نزل محدش ضاف حاجة. هي طريقة اللعب، مفيش اضافات. كان الاول كولر لما يعمل تغيير، التغيير بيقلب الملعب، تحس ان مفيش اضافات ومفيش. ايوه انا معاكم ان البلد بتمر الايام دي بايام حزينة وايام وحشة بسبب اللي بيحصل في فلسطين، وكل المود بتاع العالم وحش، ها، لان محدش يرضى عن المذابح وعلى الدم اللي بيسيل في فلسطين ده. بس لازم تأدي، دي بطولة وانت البطل، لازم تأدي ولازم تكسب عشان تدي انذار للفرق اللي هتقابلك. انت سيمبا هترجع معاك وهتلعب بعد 3 ايام، هتلعب يوم التلات ان شاء الله، هتتخطى سيمبا باذن الله، هيقابلك صن داونز، فريق مرتب، يعني فريق مرتب ومنظم، لازم كولر يستعد له 1,000,000%. هنرجع ونقول الف مبروك للاهلي، وان شاء الله اللي جاي احسن. وانا شايف ان البطولة دي باذن الله في متناول الاهلي. بطولة جاية في ايام سيئة، بس ان شاء الله الاهلي قدها ويقدر ان شاء الله يكسب البطولة. بطولة اول مرة تتعمل في قارة افريقيا، ان شاء الله تتكتب باسم الاهلي ان هو اول فريق خدها، اول بطولة واول فريق ياخدها ان شاء الله. وبطولة القيمة المالية بتاعتها كويسة، يعني القيمة المالية بتاعت البطولة كويسة. يعني فريق زي سيمبا ده هياخد له 700,000 دولار حتى لو خرج. الفريق الاربعة اللي هيخرجوا من الدور الاولاني هياخدوا تقريبا 700,000 دولار، مش عارف يا 700 800 حاجة زي كده. هنروح للاربعة اللي هيروحوا يصفوا، الاتنين اللي هيخرجوا هياخدوا كل واحد 1,700,000 دولار. الاتنين اللي هيلعب اول وتاني، اللي هياخد الكاس ووصيفه 4 مليون و3 مليون. فالبطولة جوائزها قيمة جدا جدا. هي جاية في وقت غلط وجاية في ايام مش كويسة، بس البطولة انا شايف انها ان شاء الله في متناول الاهلي. هو عقبة الاهلي في البطولة دي صن داونز، والاهلي ان شاء الله سهل جدا يعدي صن داونز باذن الله. الاهلي معاه سكواد محترم جدا من اللعيبة. صحيح السنة دي سنة كبيسة للاهلي في المطوشة وهيبقى فيه هرس جامد، بس دي شغلانة كولر بقى، وهو عودنا على كده في الروتيشن اللي هو بيعمله. يعني متهيألي ما كانش حد يتخيل التشكيل اللي هينزل بيه كولر ده في اول الماتش، ان لا حسين ولا امام ولا تشكيل ما كانش يخطر على بال حد خالص يعني. وبالتشكيل ده الفريق ادى وكان ند قوي جدا، وكان قادر يكسب 3-4 في الشوط الاولاني. فان شاء الله هنا هتلاقي تشكيل غير ده خالص. فمن الاخر يعني عشان تبقوا فاهمين، كولر بيحاول يلعب ويريح اللعيبة في نفس الوقت عشان يبقى عنده بدايل يلعب بيها المطوشة اللي بعديها. لان انت مش هنلعب في الدوري خالص الا لما البطولة دي تخلص. هي البطولة دي تقعد لها 10 ايام ولا 11 يوم. بعد كده هتخش الدوري، طبعا متأجل لك مطوشة، هتبقى مضغوط ماشي. هتلعب في الدوري، هتيجي في شهر 12 هتروح رايح كاس العالم للأندية. تمام. هنخلص من كاس العالم للأندية، هتلاقي المعسكر الأجندة الدولية عشان بطولة أفريقيا في شهر 1. فبصوا لعيبة الأهلي، طبعا المنتخب بياخدوا 7-8، فهتلاقي لعيبة الأهلي مضغوطة ضغط قوي جدا جدا جدا.
وان شاء الله باذن الله الاهلي يعدي ويكسب. وبعد اذنكم يا جماعه لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. بعد اذنكم لايك يا جماعه، عشان اللايك هو اللي بينشر الفيديو. تاني كل الدعم لاخواننا في فلسطين، وان شاء الله النصر حليفهم باذن الله وربنا معاهم. السلام عليكم.